يمكن أن ينتفي. مثلا أنا أقول هل يمكن أن يكون هناك مثلث ب4 أضلاع؟ لا لا، هذه الأمور من المستحيلات عقليا. أيوة، فهذا الأمر ثابت، يستحيل العقل أن ينفي، لا يمكن أن ينفي. وهنالك أشياء يمكن أن تثبت ويمكن أن تنتفي. مثلا وجود جودو. وجود جودو كان لا يلزم، إذا فرضنا وجوده شيء مثل يلزم منه القدح في المسلمة البديهية التي قلناها قبل قليل، أو إذا فرضنا عدمه شيء سيلزم منه القدح في مسلمة بديهية مثل الذي ذكرناها قبل قليل. إذن هو يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، صحيح؟ يعني تتحدث عن مسألة الاحتمال، يعني احتمال لا، موجود. مش قانون الاحتمالات، لا مش الاحتمالات. أقول هل يعني أنا إذا فرضت وجود جود يلزم عن ذلك تناقض؟ لا. طب إذا فرضت عدمه؟ يعني تقصد الإمكان يعني. مفهوم الإمكان، نعم. مفهوم الإمكان، نعم. فإذا أنا إذا فرضت وجود جودو وفرضت عدم وجود جودو لا يلزم من ذلك الحال. طب جودو وجد، أنا الآن بالحس أعرف أنه جودو وجد، صح ولا لا؟ وهنالك دلائل وبراهين على وجود جودو، صحيح؟ أعد صديقي، كان ينقطع الصوت. أقول أنا هنالك دلائل وبراهين حسيت تدل على وجود جودو. جودو أنا إنسان أناقشه، وهذا دليل على أنه هنالك أثر مؤثر، وهذا المؤثر موجود، صحيح؟ يعني يمكنك أن تثبت يعني عن طريق الأثر، يعني عن طريق الإدراك الحسي. نعم، أنه جودو موجود، صحيح؟ نعم. طب هذا جودو موجود بعد عدم أم بعد أن كان وجد بعد وجوده؟ ماذا تقصد بالعدم؟ يعني عندما تقول عدم، يعني هذا المصطلح أنا عندي يعني هو طعن في المسلمة التي قلت بها، أن العدم هو يعطيك الوجود. لا أقول أن العدم يعطيني الوجود، أنا أبدا لا أقول أن العدم يعطيني الوجود. مسألة الصدور لا أقول أبدا أنه يعني أنه يعطيني الوجود، لكن يا سيدي أنا أقول أنه هذا الشخص اللي هو جودو لما صار متحقق، يعني صار موجود، إما أن يكون وجوده مسبوق بعدم أو وجوده مسبوق بوجود، صح ولا لا؟ هل يوجد شيء ثالث غير الوجود والعدم؟ لا، أنا الوجود عندي هو يعني هناك وجود، يعني هناك وجود اللي هو وجود مادي، وهناك وجود فكري. يعني هنا يعني صحيح. أنني لا أقول أن كل شيء هو مادي، يعني أقول أن هناك جانب فكري. نعم، هنالك شيء أمور مادية وهنالك أمور في الذهن، في الفكر، مثلا 1 زائد 1 يساوي 2. بالتالي الوجود الفكري هو ليس هو الوجود المادي، يعني صحيح قد يكون هناك شيء يعني في يكون الذهن. مستحيل من الناحية الواقعية، لكن قد يكون ممكن من الناحية الفكرية. مثل لأن الوجود يعني لا يتضمن فقط ما هو مادي. صحيح، الوجود يتضمن ما هو مادي وما هو غير مادي. طيب الآن أنا رأيت أن هذا الشيء المادي لابد دائما أن هو يكون موجود بعد سبق عدم. هل يوجد شيء مادي موجود وجوده من ذاته مثل ما ضربنا، يعني وجوده واجب؟ لا، عندما تقول مادي يعني ماذا تقصد بالمادة؟ يعني هل تقول أن هناك شيء، يعني المادة في ذاتها، يعني هناك مادة في ذاتها، أم أن المادة فقط هو يعني اسم يعني نصف به مجموعة من الخصائص؟ هو اسم تصف به مجموعة من الخصائص الجسمية للأجسام. يعني مجموع الخصائص التي يعني نقول أنها تنطوي على بعض الموجودات. نعم. إذن المادة عندك ليست موجودة في ذاتها. مش ما ليست موجودة في ذاتها، لا أقول بوجود مادة، أنا أقول أن هنالك تقول أن المادة في ذاتها، يعني هناك شيء يعني نشير له نقول هذا مادة. طبعا. كيف صديقي ممكن يعني تثبت لي؟ لأنني أعرف أن المادة في ذاتها غير موجودة، لا، ما هو فقط مجموعة من الخصائص التي يعني نقوم باستقرائها أو رصدها، فنقول أن هذا الشيء هو شيء مادي.
طيب هو شيء مادي بدلالة ماذا؟ فقط أن له خصائص، يعني هذه الخصائص موجودة أو معدومة؟ نعم هذه الخصائص يعني هي التي نعرف بها شيء مادي. فإذا هنالك شيء مادي، يعني هنالك شيء مادي نعرفه، هو مكون من مجموعة مثلا ذرات، مجموعة فوتونات، مجموعة كواركات مجتمعة، كانت لنا هذا الشيء المادي، صحيح؟ نعم، لأن أي شيء يعني إذا كان يعني قابل للقياس أو للرصد يكون ضمن مجال مثلا الحركة نعم. أو الامتداد، نقول أن هذا الشيء هو شيء مادي يعني من خلال هذه اللوازم. صحيح. طب هذا الشيء المادي هل يمكن أن يوجد بعد عدم؟ يعني هل يمكن أن يكون وجوده من وجود ولا وجوده من عدم؟ لا، أنا مثلا أن نقول أن هذا الشيء وجد بعد عدم. أنا قلت لك أن لا أفهم هذه المسألة. يعني مفهوم العدم عندي هو كأنك تقوم بسلب فقط ذلك الشيء، يعني نسبة فقط سلب ذلك الشيء، نعم. سلب. نعم. أما فأنت أن تقول أن تفضل. أنت تقول بعد سلب وجوده هذا الشيء كان موجودا بعد أن سلب عنه الوجود، أم كان موجودا بعد أن ثبت له الوجود؟ لا، الخصائص التي كانت تشكل ذلك الشيء كانت موجودة، لكن فقط كانت تأخذ صورة معينة. طيب يعني هذه الصورة خصائص ذلك التي هي، الشيء كانت موجودة، يعني هناك نعم. فقط مسألة طيب تغير في هذا التغاير يكون بعد أن سلب، صح ولا لا؟ بعد أن حصل هنالك سلب. إذا كنت تقصد يعني سلب يعني حقيقة ذلك الشيء، مثلا الإنسان يعني ماهيته يعني. لا أقول أن ماهية الإنسان، أنا أقول أنه هو كان له حالة معينة وسلبت عنه هذه الحالة وصار هنالك حالة أخرى. سلبت بمعنى يعني تغيرت، يعني نعم، كانت على تغير، شكل حصل تغير، نعم. حصل تغير. نعم، أنا أتفق معك في مسألة طيب التغير. والتغاير كون بعد عدم الكون، صح؟ نعم، نعم، الشكل هو أخذ صورة معينة، يعني أخذ صورة أخرى. يعني طيب ذلك التغير هو يؤدي إلى ظهور شكل آخر للشيء المادي. طيب أما أن تقول أن تلك الخصائص يعني كانت منعدمة فوجدت بعد عدم، هذا لا وجدت بعد أن سلب عنه، بعد أن سلب عنه الوجود. الآن أنا عندي هذه الخصائص لما لازمت المادة، أو لازمت هذا الشيء اللي نقول عنه مادي، هل يمكن أن يكون هذا الشيء المادي مفروض وجوده ولا يجوز لنا أن نفرض عدمه؟ أم دلالة أنه هو إنسان الشيء حادث؟ الحمد لله، رحمك الله. مثابنا وثابكم الله يا سيدي. أم دلالة على أن هذا الشيء متغير تقوم به أمور متغيرة يدل على أنه مسلوب كذلك الوجود، لأن ما قام بالمتغير لا بد أن يكون متغير، في الشيء المادي لابد أن يتغير، صحيح؟ هناك أعراض طارئة عليه، في الشيء المادي مثلا تارة ما يكون متحرك وتارة ما يكون ساكن، صحيح؟ هو نعم، في المتحرك يعني الحركة هو الذي نقصده، ومن لوازم المادة والحركة أيوة. والمكان والزمان والامتداد والشكل هذه اللوازم هي من لوازم المادة. نعم. طب أنا ما فرضت هذه الأشياء، هذه الأجسام، هل يمكن أن يكون هنالك جسم مغاير للأجسام الأخرى في خصائصها، ولا لابد أن تكون كل الخصائص ملازمة للأجسام؟ لا، هي الخصائص هي لا تتغير. عندما نتحدث عن الأشياء المادية فالخصائص لا تتغير. هي أصلا هي من لوازمها حتى نقول عن ذلك الشيء بأنه مادي. الله عليك. فإذا أنا عندي كل الأجسام لابد أن تكون حقيقتها واحدة وماهيتها واحدة. طب الآن هذه الأجسام ماهيتها واحدة. طب لا أقصد ذلك. لا يوجد، أنا لا أقصد أن كل الأشياء أن تكون ماهية واحدة. مش كل الأشياء، لا ولا أنا أقول أنا عندي الأمور الممتدة في الأبعاد الثلاث من الأجسام لابد أن تكون هي لها خصائص معينة مشتركة فيها، صح ولا لا؟ لا تتغير، مثل أنه اللوازم العرض عليها من الخصائص
الامتداد، وأن تكون أشياء مادية، وأن تكون مثلا يمكن أن تقاس. صحيح؟ نعم. طيب الآن أنا عندي طالما كل هذه الأشياء متماثلة في نوع معين، هل يمكن أن يكون هنالك أشياء من هذه الخصائص المعينة قديمة دون قدم غيرها، يعني ليس لوجودها بداية؟ يعني تقصد المادة يعني هل هي قديمة؟ نعم. هذه الخصائص يعني. نعم. الخصائص. لا يمكنك تصور عدم وجودها يعني بالمسلمة التي سلمنا بها. هلا قلنا نحن قلنا أنه تصورنا وجودها، لكن تصورنا وجودها بعد أن سلب الوجود عنها. لم أفهم صديقي سؤالك جيد. تصورنا وجود المادة بعد أن سلب عنها الوجود؟ لا، كيف سلب عنها الوجود؟ قلت لك أن المادة لا يمكن تصور عدم وجودها، فإذا إذا المادة قديمة. وجودها وقعت في تناقض. طيب المادة هذه صديقي محمد، هل تسلم بمبدأ عدم التناقض؟ طبعا أكيد. الآن أنا عندي هذه المادة، دائما ما أرى فيها تغيرات، انتقال، حركة وسكون، حركة وسكون. هل يمكن أن يكون الشيء القديم الذي لا أول لوجوده تارة له حال معين وتارة له حال آخر غير هذا الحال؟ نعم، بمبدأ التغير. نعم. طيب كيف يكون ما لا أول لوجوده له يتغير؟ كيف يتغير ما لا أول لوجوده؟ الآن إذا هذا الشيء تغير، إذا رأيت أن هذا الشيء متغير، فهو عدم فيه شيء، سلب عنه شيء واتصف بشيء آخر. إما أن يتصف بهذا الشيء الآخر حال وجود الشيء الذي قبله، وبذلك نحن ننقض ونضرب مبدأ عدم التناقض، وإما أن ينعدم الشيء أو أن يسلب الشيء الأول وأن يثبت الشيء الثاني. وهذا يدل على أن هنالك شيء في هذا القديم الموجود فرضنا عدمه، وكونه ملازما له فلا بد أن يكون الشيء الذي قام به له حكمه. صحيح؟ يعني تقصد يعني التسلسل يعني. لا مش التسلسل، لكن أنا أقول إذا أنا قلت أن هذه المادة القديمة والذي لابد أن تكون لا أول لوجودها، وأن تكون هذه المادة ليس لها بداية وليست مسبوقة بسلب وهو سلب الوجود عنها، أرى إذا سلمنا بهذا الأمر فإننا نرى في الشاهد أن هذه المادة في حيز، ونرى أنها متحركة، ونرى أنها ساكنة، وهنالك تغاير. طب هذا التغاير إذا حصل، إما أن يحصل التغاير مع بقاء الحال الأول، وبالتالي هنا نجمع النقيضين. مثلا أقول أنا المادة كانت هي ساكنة وتحركت مع بقاء سكونها، هذا أنا عندي مستحيل. أو أقول أنه ما صار هنالك سكون وصار بعد ذلك حركة. أوكي. نعم، فهمت سؤالك نوعا ما معقد يعني، لكن سأحاول أن أجيب. نعم. مسألة الثبات والحركة هو أنا أراه كناقضين. يعني عندما تقول شيء ما ثابت، شيء الثبات والسكون هو عندي نقيضين، كأن تقول الوجود والعدم. لذلك قلت لك أن من لوازم المادة هي الحركة. يعني يعني إذا افترضت الثبات يعني من لوازمها ستقع في تناقض، يعني كأنك تقول عدم ووجود يعني. يعني المادة لا يستحيل أن تكون ساكنة، صحيح؟ نعم، من الخاص أن نتحدث عن السلام عليكم نور. المادة في ذاتها غير موجود. لأن المادة لا يجوز أن أقول عنها ساكنة. طيب أنا اللي أقول هذه المادة قلنا أنه من خصائصها أنها في حيز، صح ولا لا؟ في أبعاد ثلاث، صح؟ نعم. طيب من لوازمها المكان والامتداد. هذه الأبعاد الثلاث التي حاصلة للمادة، هل
أنا عندي الحيز الأول والحيز الثاني. المادة هي في الحيز الأول من الأبعاد الثلاث. الآن وهي في الحيز الأول، هل هي متحركة أم لا؟ لا، أنت تتحدث عن المادة كمفهوم أم عن الشيء المادي؟ لا، أتكلم على أنا عندي الشيء المادي الذي من لوازمه وخصائصه أن يكون مشترك مع أشياء أخرى في شيء مسمى اسمه مادة. نعم، أوكي. في السحالة أنا عندي إذا فرضت أنه موجود بحيز معين، السحالة أن يكون في نفس الحيز ماذا؟ متحرك، أنه أصلا هو لساته في الحيز الأول، ما انتقل إلى الحيز الثاني. إذا انتقل إلى الحيز الثاني هنا صار في حركة، فهو حصول في حيزين في زمانين. لا، أما تقصد الانتقال نعم من مكان إلى من نقطة A مثلا إلى نقطة B نقطة مثلا. B، فبقاء هذه حركة، الانتقال حركة. فأنا عندي طب بقاء عدم الانتقال والسكون. عدم الانتقال هذا شيء ملاحظ في الأمور المادية، وهي مشتركة مع المادة فيه، هي أصلا هي مجموعها هو أمر مشترك ينتج لك اللي هو مفهوم المادة. طب إذا كان مجموع مشترك، هذا الأمر اللي اشتركوا فيه ثابت، كل الأشياء خصائصها واحدة. أنا هل يمكن أن أقول أنه هذا الشيء والله لا يجوز عليه الحركة أو عفوا لا يجوز عليه الثبات أو السكون؟ نقول لا، نحن نرى أصلا في المشاهدة أن الأمور المادية تنتقل من حال إلى حال. انتقالها من حال إلى حال يدل على أنه هي تكون ساكنة ومتحركة، تكون هي في حيز معين وتنتقل إلى حيز آخر. الحركة كما يعني في الفيزياء حصول تمام في زمانين في بعدين في بعدين. الآن أنا عندي إذا هذه الأشياء تمام حصلت في هذه الأمور المادية، إما أن يكون حصولها مجامع للحال الآخر فيكون هنالك حالين، حال السكون وحال الحركة في نفس الوقت، وإما أن يعدم حال السكون ويحصل حال الحركة. صحيح؟ هل يوجد شيء ثالث؟ أنا أتفق معك في الشرط الأول. يعني أنا لا أقول بأن هذا الشيء يعني انعدم ووجد بعد عدم. أنا هذه المسألة لا أفهم، ولكن أتفق معك أن هناك فقط تغير، يعني الانتقال من مكان إلى آخر يعني. طيب هل يمكن أن يجامع الحال الأول في الانتقال وهو السكون الحركة، يعني أن يكون موجودين في نفس الوقت قائمين في نفس المادة؟ لا، هذا تناقض. لا تجمع بين السكون والحركة. إذن الحركة وجدت، يعني حصلت حركة والسكون لم يحصل وهو غاب عن المادة، صح ولا لا؟ نعم، هو السكون هو فقط يعني هو سلب للحركة. أيوة، فالشيء لا يمكن أن يجامع تمام ما سلبه، أو لا يمكن أن يجامع سليبه. طب أنا قلت هذه المادة لا يمكن أن أفرض عدمها. إما أن يكون السكون يمكن أن يفرض عدمه وهو قام في المادة، فإذا قام في المادة وفرض عدمه لم يلزم من قولي أن المادة كذلك يمكن أن يفرض عدمها محذور. صحيح؟ لأنه هذا السكون الحاصل للمادة قلنا هو لا يمكن أن يجامع الحركة. طب إذن أنا أرى المادة تحركت، السكون هذا طالما لم يجامعها ولا الشيء المنتفي قديم تمام لا يمكن أن يفرض عدمه لأنه هو قام في قديم، وإما أن يكون حادث أو أن يكون ماذا حصل تمام وبعد ذلك تغير. الحدوث تغير، وإذا كان متغيرا فكمان المادة لابد أن تكون متغيرة، وكل متغير أنا عندي بالضرورة لابد أن يكون ماذا
حصل له كون بعد عدم كون لكي لا نجمع بين المتناقضين. فإذا أنا لا يلزم من قولي إذا فرضت وجودها أو فرضت عدمها أي المادة محال. أوكي. أنا سأجيبك صديقي. وعندما نتحدث عن المحال أو المستحيل يعني من الناحية الواقعية، تسمعني صديقي محمد؟ نعم الصوت واضح. نعم. عندما نتحدث عن ما هو مستحيل يعني أنه يتحقق، هو نقول أنه يكون فقط ممكن من الناحية الفكرية. أما الأشياء يعني الأشياء التي نفترضها وليس عندنا دليل كالأشياء الميتافيزيقية يعني تكون فقط ممكنة فقط في مجال التفكير. يعني إذا كانت هذه الأمور يعني من الناحية الواقعية يعني تكون كما قلنا ضمن مجال الرصد وكذلك القياس، تكون في العالم المادي، يعني تكون لها مجموعة من الشروط التي يمكننا أن نتأكد منها بأنها يعني أنها مادية مثلا. طيب لكن مسألة الحركة، نعم، هون أنا استوقفني سؤال معين. إذا أنا تأكدت من وجودها وتأكدت أن وجودها لا يصح أن يكون عن شيء مماثل لها، وإلا سلزم من ذلك أن تكون هنالك تسلسل في المادة. قلنا نحن هناك تغير يعني. نعم، والمادة هذه أنا الأمور المادية حكمت بوجودها بعد عدم. طب إن كان وجودها بقى وحصل بعد عدم فهي بذاتها لا يصح أن توجد نفسها، إنما حيكون وجودها من غيرها. أنا سلبت عنه الوجود، فلا يمكن فاقد الشيء لا يعطيه. صحيح. أنا عندي لا يمكن أن يصدر الشيء من العدم. إذا لابد أن يصدر هذا الشيء الغير عدمي عن شيء غير عدمي، صح ولا لا؟ نعم هذا تناقض يعني شيء. طيب إذا كان هذا الشيء الغير عدمي مماثل للمادة فلا بد أن يكون حكمك حكمها للأمر الأول، صحيح؟ لا لكن وجودها مثلا، وجود المادة مثلا، إذا قلنا أنها غير موجودة من ذاتها، أنها تستلزم يعني تستند على شيء آخر في وجودها، فهنا سنقول يعني من أين وجدت؟ يعني لابد أن تكون موجودة من شيء آخر. يعني لا يمكن أن نقول أنها وجدت هكذا أو نقول بوجوبها يعني بأنها ضرورية. لأني أرى أن هذه القسمة لازمة يعني. طيب نحن سننتهي إلى شيء آخر وجدت منه المادة، صحيح؟ نعم، أنا لا أعتقد أننا يعني إذا سلمنا هذا الشيء الآخر لابد أن يكون حكمه كحكمها، لأنه هو أنا عندي فاقد الشيء لا يعطيه، صحيح؟ فاقد الشيء من ماذا؟ يعني من أي ناحية هو فاقد؟ يعني هذه المادة التي وجدت من أصل من شيء معين لابد أن يكون هذا الشيء مثلها وتنتهي إليه عفوا، صحيح؟ لا، إذا قلنا بمسألة تغير فأن يعني أن المادة هي ضرورية في الوجود، وأن ذلك التغير هو فقط تغير في المادة، يعني ليس هناك حدوث. يعني ما هو قلنا أن التغير أمر على الحدوث فدليل على الحدوث. إذا هنا لا يسمى هناك فرق بين الحدوث. يعني الحدوث هو يستلزم يعني الحدوث هو يقول لك مثلا أن شيء وجد بعد أن لم يكن موجودا. يعني هنا تنتفي الخصائص التي قلنا بأنها تستلزم التغير. لكن إذا قلنا بالتغير فإذا لابد أن يكون هناك شيء في هذه المادة، تمام، وجدت منه بأن كانت هذه المادة أو صدرت هذه المادة عن شيء مغاير لها وجودا، ونحن قلنا لأنه سيلزم عن ذلك محال، سيلزم عن ذلك تناقض. نعم. فإما أن تكون صادرة في النهاية ينتهي حالها إلى شيء مماثل لها، وهذا المماثل سيجري الكلام فيه كما جرى فيما قبله،
أو سيجري الحال فيها إلى شيء غير مماثل لها، وهي صدرت فينا نقول عن بعد أن سلب وجودها. وهنا قلت بأنها صدرت بشيء غيرها. هنا يعني نتحدث في مسألة السببية. يعني طيب، إذا كنت تقول أن أن السببية هي مطلقة، يعني يمكن الشيء مادي ينتج عن شيء لا مادي، يعني أعتقد أن النقاش هنا سيكون في مسألة السببية، لكن أنا لا أقول بأنها بديهية. أنا أرى السؤال ليش ما تطرحه أنت على نفسك؟ يعني طالما نحن قلنا يا أخ جودو أنه هو اسمه جودو صحيح؟ جودو نعم اسمه دودو. طيب. هو قال التسلسل محال وقال التناقض محال. تفضل يا سيدي. نعم الله يجزيكم خير. طيب، فأنا أرى أن يكون السؤال يعني هو أولا لك، لأنك أنت حضرتك تقول يا جودو أن هذه المواد التي صدرت عن شيء في النهاية، بناء أنت قلت لي كيف يعني صدر عن في مفهوم السببية، كيف صدر عن شيء لا مادي شيء مادي. أرى أن تسأل نفسك هذا الأمر، كيف صدر عن شيء مادي شيء مادي غير مغاير له، طالما قلنا أنه من خصائص الأشياء المادية. لا، أنا قلت لك في حال إذا افترضنا الصدور، أنا لا أقول بأنها صدرت أصلا، يعني أنا أقول بأنها ضرورية الوجود، لأننا إذا افترضنا عدم وجودها وقعنا في تناقض. لا، أنا لا أقول عن ذات المادة القديمة، أنا أقول عن المواد الحادثة. هي صدرت عن مادة قديمة صحيح، ضرورية الوجود. عن الأشياء المادية نعم. نعم. أنا أقصد بالتغير. أنت تقول بالصدور، لكن أنا أقصد بالتغير يعني. طيب هذا طيب كيف صدر عن شيء لا متغير شيء متغير؟ هنا لماذا يعني لا نسأل هذا السؤال؟ لا، هو التغير هو من لوازم المادة يعني. طيب كونه من لوازم المادة، والأمور المتغيرة المادية حادثة لأنها متغيرة، فلماذا تكون المادة حادثة مع أنك افترضت ضرورية وجودها؟ إذن أنت تقع في تناقض حاليا. لا، أنا قلت لك أن التغير أو الحركة هو نقيضها يعني مستحيل، يعني لا يمكن أن تكون هناك حركة ويكون هناك سكون في نفس الوقت. وهنا نقيضان يعني. لكن كيف صدر عن شيء لا متحرك، عفوا دائم التحرك، شيء قابل لأن يتحرك وقابل أن لا يتحرك، كيف ما كان فاقدا للشيء أعطاه؟ يعني دودو فهمت أنت السؤال الشيخ؟ يعني حضرتك أنا فهمت. هو يقول حضرتك تلزمني أن تقول لي في السببية كيف صدر عن شيء لا مادي شيء مادي. أنا أرى هذا السؤال أن يطرحه أنت بنفسك، يعني على نفسك. كيف صدر عن مادة دائمة الحركة شيء تمام مغاير لها؟ أنا قلنا في مبدأ السببية فقد الشيء لا يعطي. لا، هو في مسألة السببية، وأنا لا أنفي، يعني أنا لا أقول يعني أن ليس هناك يعني سببية بالمطلق، فقط أنا أقول أن تلك العلاقات التي نعتبرها هي علاقات ضرورية هي ليست كذلك، لأن عندما نتحدث عن الحركة وأن الأشياء الواقعية يعني لا تستلزم يعني التناقض، يعني كأن نقول مثلا العلاقة بين شيء وشيء تكون علاقة ضرورية. هنا سنقع في نوعا ما من الحتمية. فهمت صديقي؟ بس هلا ماشي، قلنا نحن هذه الأشياء هيك الله يشعر. قلنا نحن هذه الأشياء يا أخ جودو التي ادعينا أنها ضرورية، إذا فرضنا خلافها سيكون تناقض صحيح؟ نعم، الحركة والسكون هو متناقضان يعني. طيب. حتى هذا حصل في مبدأ السببية، حتى أنت عندك هذه في السببية، إذا أنا فرضت خلافها سيلزم من ذلك التناقض صحيح؟ على فرض أنها ضرورية. لا، أنت تتحدث عن العلاقة السببية أم عن القانون، يعني القانون في ذاته؟ لا القانون في ذاته.
لا، القانون في ذاته نعم هو قانوني، يعني هو من مقولات العقل، من مقولات عقلية يعني. لا يمكن أن يتخلف. طيب. نعم، لكن طيب. العلاقات السببية التي تقع في الخارج لها لوازمها، يعني أن العلاقات تكون دائما نعم. يعني شيء يتبع فنقول شيء هكذا في زمان. فنقول أنه صدر عن شيء لا مادي شيء مادي، لأن العلاقة بين الأشياء ليست علاقة. لا، إذا قلت أنت هنا صديقي تقول بأن شيء لا مادي صدر عن، أو شيء المادي صدر عن شيء لا مادي، إذا اعتبرنا أن العلاقات السببية غير ضرورية، صحيح؟ لا، أنت حضرت قلت أن العلاقات السببية غير ضرورية يقول. أنا قلت ذلك، نعم، نعم. وألتزم به. فما المانع بأن يصدر عن شيء لا مادي شيء مادي؟ لأن لأن الشيء المادي هو من لوازمه المكان والزمان. طيب، وصدر عن لا مادي؟ لا، السببية من شروطها الزمان. إذا قلت بالسببية في لا زمن، هنا يعني لا أفهم هذه المسألة. أنا لأنك تقول أن المادة صدرت عن شيء آخر غير مادي، وأن هذا الشيء المادي يستلزم الزمان والمكان، يعني أو الحركة من لوازمه والامتداد والشكل، ثم قلت بصدور هذه المادة من شيء لا مادي باستخدام قانون السببية التي هو أصلا من شروطه الزمان والمكان. طيب أكيد هذا الشيء المادي حصل في زمنه. لكن أن تقول أن هذا الشيء المادي هو صادر عن شيء لا مادي، يعني وتستخدم السببية التي هي سببية، هي طبيعية. السببية صديقي هي طبيعية ليست مطلقة، يعني أنت تقول بالسببية المطلقة، يعني أن هناك شيء لا مادي هو صدر عن شيء مادي أو العكس. ما هو نحن بص في هذا السؤال أنا قلت لك هذا أولى أن تسأله لنفسك. أنت نفسك تقول صدر عن شيء مادي شيء آخر مادي، ومع ذلك هذان الشيئان تمام متماثلان، والشيء الأول حدث والشيء الثاني قديم. لا، أنت تسلم معي بأن عدم تصور المادة هو الوقوع في تناقض، يعني لا أسلم. عدم الواقع في تناقض، أم لا تسلم؟ لا أسلم. إذا يمكنك تصور عدم وجود المادة. نعم يمكن التصور عدم وجود المادة. لا، لكن هنا أنت تقول بأن السببية عندك يعني شيء يعني مطلقة، يعني أن العلاقات السببية هي ضرورية، يعني علاقة أن لكل سبب مسبب نعم ضروري. نعم، لكل سبب مسبب. أوكي، يعني هذه إذا قلت بهذه المقدمة بأن كل سبب له مسبب، يعني هل هذه المقدمة يمكن أن توقعك في تناقض أم لا؟ لا لأن أنا عندي مسبب الأسباب. تمام، مسبب الأسباب أو الشيء الأول هو مغاير لها، يعني أنا ما عندي إشكال. إذا تنتهي بهذه يعني لكل شيء له سبب. وإلا سيلزم عن ذلك التسلسل، صحيح؟ نعم، لأن هذا التسلسل هو تناقض. نعم، فلا بد أن تصدر عن شيء تنتهي إليه السلسلة. إذا المقدمة التي بدأت منها أوقعتك في تناقض. لا لما نحن نقول ضرورية، لا نقصد بذلك أنها كذلك تنطبق على الموجود الأول. لا، هذا استثناء، يعني استثنيته يعني. لا، ما هو أنت مفهومك السببية المطلقة على الأشياء التي هي طبيعة واحدة لها طبيعة واحدة. نعم، لا، السببية عندي هي يعني تستلزم الزمان، يعني تستلزم الزمان والمكان، فتكون الأشياء المادية. أما الأشياء اللا مادية ليس لها يعني لا ينطبق عليها هذا المفهوم، صحيح؟ لا، أنا هذه الأمور تدخل عندي في، يعني أعتبرها الأشياء التي ليست مادية هي
تكون فقط في مجال الفكر، يعني لا يمكن أن تكون واقعية، فتكون فقط أنا إلى الآن ما فهمت على الأخ دودو، يعني صدور هذه المادة الضروري كيف صدرت؟ أنا ما فهمت حتى الآن. إذا هو يمنع التسلسل كيف صدرت؟ هذا الأمر، فمثل ما قال الشيخ يا جودو، إذا قلنا أن هذه الأشياء تمام منعنا أن تكون متسلسلة إلى الأول، وقلنا لابد أن تنتهي إلى شيء، فهذا الشيء إن كان ماديا فهو مماثل لها، فلا بد أن لا يكون شيء مادي. فهمت الإشكال شيخ دودو؟ يعني أنت تكون صدورها ضروري وتمنع التسلسل، ماشي؟ أنا كيف صدرت المادة إذن؟ المادة الأولى هاي كيف صدرت؟ إذا أنت تمنع التسلسل تقول محال التسلسل، جميل الكلام هذا. إن كانت قديمة فهي مماثلة للمواد الثانية، لأنه قلنا أنه فاقد الشيء لا يعطي، لا يصدر عن شيء تمام لا مادي شيء مادي، فإن كان شيء ماديا فهو ملازم له في خصائصه، وما كان ملازما للشيء في خصائصه فحكمه كحكمه، فإن كانت المواد هذه حادثة فلا بد أن تكون المادة الثانية حادثة. هو يعرف طبعا الدليل يلزم طرده لا عكسه. أنت فهمت علينا الشيخ دودو؟ أخ دودو؟ أنا فهمت عليك. أنا الأستاذ محمد هو لم يجبني على طرحت عنه سؤال في مسألة المادة، قلت له هل هناك مادة في حد ذاتها؟ قال لي نعم، لكن لم يشرح لي كيف أن هناك مادة في حد ذاتها. لا فقط بأن هناك الخصائص التي نقوم باستقرائها فنقول عن هذا الشيء بأنه شيء مادي، لكن المادة في ذاتها هو لم يشرح لي كيف أن هناك المادة في حد ذاتها. طيب لما تقصد موجود، لما نقول نحن شيء مادة بحد ذاتها موجود يشار إليه، يعني شيء يشار إليه اسمه مادة؟ لا، هذا شيء مادي. أنت قلت لما تتكلم على مفهوم المادة، نعم تتكلم على الموجود. عندما تحدثت عن الخصائص المادية، فهذا لا يعني أن هذه الخصائص هي آثار تدلنا على الشيء في ذاته الذي هو المادة. فبالتالي نحن لما نتكلم على الأشياء هذه نتكلم عليها من ناحية الخصائص. أما أنا عندي أن يكون هنالك والله شيء اسمه مادة موجود في الخارج، هذا أمر مستحيل، صحيح؟ نعم، هذا مستحيل. طيب وهذا أنا أوافقك فيه، هذا أنا ما أخالفك فيه. أوكي، إذا أنت تقول أن الخصائص لا تؤدي للشيء في ذاته، يعني كأن تقول مثلا أن الآثار لا تدل على المؤثر. لا أنا أقول أن الآثار تدل على مؤثر، أنا أقول أن الأثر ونفس التصور، يعني إذا قلنا بوجود الخصائص فقط وبالتغير فقط في مجال المكان والزمن والامتداد، هنا هذه الخصائص هي نقول بأن هذا الشيء هو مادي، وبالتالي تصور عدم وجوده يوقعنا في تناقض. هذا كيف ما هو أنت هنا الملازمة بين الخصائص وذات الشيء ليست لذات الشيء المادي، صحيح؟ إنما بين الشيء المادي وخصائصه. لا، الشيء في ذاته قلت أنه غير موجود، أنا سلمت معك في ذلك. طيب هذا الشيء الذي في ذاته غير موجود، إما أنه حصل وجوده من ذاته، وإما أن يكون حصل وجوده من غيره، صحيح؟ لا، هو الشيء في ذاته هو خارج الموضوع، يعني سلمنا أنه مستحيل يعني أن يكون هناك الشيء في ذاته. طيب فهنا نتحدث فقط عن الخصائص التي تكون يعني هنا نتكلم عن الشيء في غيره، لأنه هذا الشيء حصلت له الخصائص لما صار موجودا بعد أن كان غير موجود. فهنا نتكلم نحن ما هذا الأثر صدر عن مؤثر أم لم يصدر عن مؤثر؟ لابد أن يكون صدر عن مؤثر. لا، ومن طبيعتي لا، أنا لم أقل بالصدور أصلا، يعني هو حضرتك لم تقول ومع ذلك تلتزمه. لا، عندما تقول أن الشيء المادي هو صدر عن المادة، هذه القسمة لا تلزمني، لأننا أنا ما قلت أن المادة في ذاتها غير موجودة. فأنا أقول أن الشيء المادي صدر عن شيء لا مادي. لا، كيف ذلك؟ الآن حضرتك قلت نفسك، الآن قلت نعم، الآن نفسك قبلت هذا الأمر.
لا ربما تفرعنا في الأمور. لا أنت قلت يا شيخ دودو، أنت قلت الشيء في نفسه لا يوجد في نفسه، يعني أنت قلت وإلا لازم التسلسل. فنحن بدنا نسألك هذا الصدور هذا اللي أنت قلت من شوي إنه صدور ضروري للمادة الأولى، هي كانت غير موجودة وصارت موجودة، ووجودها ليس من ذاتها، إما أن تكون من ذاتها أو تكون من غيرها يا أخ دودو. فأنت حدد. لا صديقي، عيفك من كل التحدث الآن هاي المادة إما من غيرها أو من ذاتها. أنت تقول من ذاتها شيء؟ لا نحن عندما تمام من غيرها. كيف من غيرها؟ تمام أنت تقول من ذاتها لا، إذا صدرت يجب أن تكون صادرة عن، يعني أن تتوفر فيها نفس اللوازم التي تتوفر في تمام، والشيء الذي توفرت فيه نفس اللوازم ستكون أيضا من نفس اللوازم، وهذا تسلسل. لا، وكيف تفترض أنت أنها صدرت عن شيء لا مادي؟ أنا الآن بدي إجابة منك. قلنا أنه الأشياء نقول بضرورتها، لذلك دقيقة قلنا أن الأشياء هذه إما لا مادية وإما مادية، فإن كانت مادية فيلزم من ذلك أن تتسلسل، إن كانت لا مادية فنقطع السلسلة. طب إن قلنا بضرورة المادة، كيف نحكم بضرورتها وما كان ملازما لها من المواد الثانية هو مثلها؟ ونحن اتفقنا الحمد لله، نحن اتفقنا أن الأشياء هذه متماثلة، فحكمها كحكم بعض، لا يمكن أن يكون هناك شيء خارج عنها هو مماثل لها، حكمه ليس كحكمها. صحيح؟ نعم، عندما نتحدث عن العلاقة بين الأشياء المادية، هذه العلاقة هي نقول أن العلاقة هي ليست ضرورية يا صديقي، يعني هي لكن الخصائص هذه ضرورية للمواد. نعم من لوازمها، لكن إذا تحدثنا عن الحركة لوحدها، يعني لا أتكلم أنا عن الحركة لوحدها، أنا أتكلم على الخصائص الملازمة للمواد. هذه الخصائص الملازمة للمواد إن كانت المادة تلك ضرورية الوجود يلزم من ذلك تغاير الخصائص، لأنه نحن حكمنا على المواد تلك أنها حادثة ووجدت بعد أن كانت غير موجودة بالخصائص نفسها. فإذا أوكي هذا إذا قلنا يعني أن هذا الشيء يعني لا تتوفر فيه تلك الخصائص، نقول أنه فقط يكون ممكن من الناحية الفكرية، لأننا قلنا أن هناك جانب فكري، يعني ليس كل شيء موجود هو شيء مادي. كيف ذلك ونحن حكمنا بضرورية التلازم بين الخصائص والمادي؟ فكيف تمنع فكيف تمنع الشروط يكون في مجال الفكر، يعني يكون ممكن فقط. إذا هناك أشياء غير مادية تمام يمكن أن يصدر عنها شيء مادي، صحيح؟ لا، لم أقل بذلك أنا إنما قلت أنا عندي حالين، الحل الأول إما أن يكون صدر عن شيء لا مادي شيء مادي بالإمكان، وإما أن نمنع الخصائص التي حكمنا نحن فيها بحدود بأن الأمور المادية موجودة بعد عدم، تمام؟ إما أنه حكمنا عليها بالضرورة فيلزم من ذلك تخلف الحكم الذي يعني أنت حكمت فيه عليه أنه لا ليس ممكنا، لأنه إذا قلت أنه هو ممكن فإذا نحن ضربنا هذه الضرورة حتى من الناحية الفكرية نضربها هنا، فيلزم عندي من هنا إشكال. لا إذا أنا أحاول أن أفهم، يعني لأن القسمة التي وضعت قلت هي إما أن يكون يعني صادر عن شيء مادي أو شيء غير مادي، يعني هنا يعني أعتقد أن سؤالك عن الصدور يعني ليس في محله، يعني أنت تفترض الصدور. لكن نحن قلنا أن هذه المواد الحادثة، يعني قلنا أن الخصائص هذه اقتضت حدوثها، أنه موجودة بعد أن كانت غير موجودة. لا، هي من لوازم ذلك الشيء حتى نقول عنه هو من لوازمه، ومن أجل ذلك قلنا أنه هو كان غير موجود وصار موجود بدليل اللوازم. تغير، لكن هذا لا ينفي أنه يعني لم يكن موجودا بالمطلق، يعني كيف وقل تغير في خصائص المادة، لكن نحن لظهور ذلك الشيء. لكن نحن اتفقنا أن هذه الأشياء الغير مادية، تمام، هذه الأشياء المادية التي حصلت فيها هذه اللوازم إما أن تكون هذه اللوازم من ضمنها أو يعني هي خارج عنها.
إن كانت خارجة عنها غير قائمة بها فالزم من ذلك يعني تكذيب الحس. أما إن كانت قائمة بها فهو حكمها كحكمها لأنه هو قائم بها. صحيح؟ نعم، هي من طبيعتها يعني. فإذا كان اللازم حادثا فلا بد أن يكون كذلك ملزومه حادثا. لا لا، لكن لكي تقول عن الشيء أنه موجود متحقق يعني، هذه الشروط يعني ينبغي إذا كان اللازم حادثا ألا يقتضي كذلك أن الملزوم حادث بوجود العلاقة التي بين اللازم والملزوم؟ إذا توفرت اللوازم نقول عنه بأنه شيء مادي متحقق واقعي. نعم حكمنا، لكن إذا تحقق اللازم ألا يلزم تحقق الملزوم؟ وإذا كان اللازم حادثا ألا بد أن يكون ملزوم حادث وجود العلاقة. لا، العلاقة السببية. قلت لك أن العلاقة السببية هي أنا أريد العلاقة بين المادة وخصائصها، العلاقة بين المادة وخصائصها. المادة في ذاتها. الأمر المادي وخصائص الأمر المادي، اللوازم. نعم، ومن طبيعته. أيوة، من طبيعته، كونه من طبيعته. إذا كان اللازم متغيرا وما قام به اللازم من أمور طبيعية ألا بد أن يكون متغير؟ لا، هو التغير من اللوازم. طيب، ولا بد أن يكون لوجود العلاقة الطبيعية بين اللازم وما قام به اللازم يعني يكون حكمه كحكمه، فإن كان حادثا صار العلاقة تكون بين شيئين تتوفر فيهم نفس اللوازم، تتوفر فيهما نفس. إذا أنت عندك لا يوجد علاقة بين الشيء ونفسه كما قلت قبل قليل، مع أنك قبل قليل قلت أن هناك علاقة، لكن العلاقة ليست ضرورية. كيف ليست ضرورية وهي طبيعية؟ يعني أنت عندك الأمور الطبيعية قد تتخلف. لا، إذا لم تكن طبيعية فسنقول بأن شيء مادي صدر عن شيء لا مادي. أنت أنت تقول أنها طبيعية، فكيف تخلف الأمر الطبيعي؟ لا، السببية عندي طبيعية. لا أتكلم على السببية، أنا أقول كيف تخلف الأمر الطبيعي بين المادة ولازمها. لا صديقي، ربما اختلط الحافل بالنافل. هو أنا ربما وضحت فكرتي. قلت لك أن العلاقة بين شيئين ماديين، هذه العلاقة تكون يعني علاقة. أنا أريد العلاقة بين اللازم وملزومه، العلاقة الطبيعية. إن كان اللازم حادث ألا يكون ملزومه حادث؟ لا، لوازم الشيء المادي، اللوازم يعني اللوازم هي الحركة والمكان والزمان والامتداد والشكل. هذو من لوازم المادة ومن لوازم الشيء المادي. إذا كان شيء نفترضه في ديننا لا تتوفر فيه هذه اللوازم يكون فقط ممكن من الناحية الفكرية. لكن هذا الشيء، أنا لا أريد هذا الشيء، أنا لم أتكلم عن هذا الشيء، أنا أريد ذات المادة. يستحيل أن يتخلف عن هذه الأشياء، صحيح؟ كيف؟ لا، لم أفهم. ذات المادي يستحيل أن يتخلف عنه الحركة والأبعاد الثلاث والسكون. نعم، الشيء المادي نعم يستحيل. طب إذا تخلف عنه تلزم من ذلك إلا أن يكون لا ماديا، صحيح؟ نعم، أن يكون شيء نتصوره في أذهاننا فقط. لا، ليس نتصور في أذهاننا فقط. إذا أثبتنا أنه صدر عن شيء مادي، تمام، عفوا، هو هذا الأمر، الشيء المادي، تمام، صدر عن شيء. هذا الشيء إما أن يكون له نفس اللوازم، فإن كان له نفس اللوازم فيكون ماديا، إن كان له لوازم غير فلا يكون ماديا. نعم. فإذا هذا الشيء الغير مادي، تمام، الذي ثبت بنفي اللوازم الحاصلة للأشياء لابد أن يكون مغاير لها. نعم. وهذا هو ما نريده من أن المواد هذه ليست ضرورة أو ليس لا يتخيل. لكن كيف يعني ما هي العلاقة التي تكون بين هذا الذي لا تتوفر فيه تلك اللوازم وذلك الذي تتوفر فيه اللوازم؟ يعني العلاقة بينهما، يعني ما هي يعني في نظرك هذه العلاقة؟ يعني علاقة مثلا علاقة
يعني أن هذا الشيء المادي هو سبق ذلك الشيء المادي. لا لا لا، الشيء الغير مادي تقصد، هذا الشيء المادي سبق الشيء غير مادي. لا، إذا قلنا أن هذا الشيء لا مادي يعني الذي يكون فيه تلك الخصائص مسلوب، نقول هو صدر عنه شيء مادي، يعني هناك علاقة بينهما. هو هل يشترط بالصدور أن يكون صادرا عنه؟ يعني هل يمكن أن يصدر هذا الشيء، تمام، هذا الشيء، لأنه هذا الشيء لا مادي، فإذا كان الشيء هذا لا مادي فقد الشيء لا يعطيه، فإذا لابد أن يصدر هذا الشيء عن شيء آخر. هذا الشيء تمام إن كان ماديا فيلزم من ذلك المحال. إذا في النهاية أنا لابد أن أصل إلى مرحلة يكون هو لم يصدر عنه، بمعنى أنه ليس له والله من ذاته المادية الغير مادية صدر عنه شيء مادي، لا، إنما صدر من عدم، صدر من سلب، أو حصل له حال ترجيح. أنا أفترض أن لا يلزم على فرض وجوده محال ولا على فرض عدم محال، فينتفي مفهوم الاستحالة، الأمر الذي أحلناه ينتفي. عرفت أخي جود؟ لأن أريدك أن يعني أن تشرح لي يعني العلاقة بين هذا اللامادي وهذا الشيء الذي يعني علاقة أثر، نحن نقول أنها علاقة أثر ومؤثر. علاقة أثر بالمؤثر. نعم. يعني من خلال الأثر استنتجت أن هناك مؤثر. طبعا يقينا. لا، ولكن نحن عندما تحدثنا عن المادة قلت أن الخصائص المادية يعني هي الموجودة، يعني أن المادة في ذاتها غير موجودة. يعني نعم، قلنا نعم، لا يوجد شيء يشار إليه اسمه مادة في الخارج. إذن المادة في ذاتها غير موجودة. نعم. إذن العلاقة التي تقول بأن الأثر يدل على المؤثر كأننا نقول أن هذه الخصائص المادية تدل على مؤثر الذي هو المادة في ذاتها. لكن أنا ما أقول أن المؤثر هو المادة، لأن قلنا الأثر الخصائص هذه تكون للأشياء المادية ليست للمادة. إذن المادة في ذاتها يعني لا يستلزم أن نقول أنها موجودة بوجود المؤثر الذي هو الخصائص. لا، لكن أصلا المادة ليس لها علاقة في المؤثر، ليس هنالك علاقة بين المادة والمؤثر، لأن المادة معدومة ليست موجودة، لا يوجد شيء اسمه مادة، إنما الخصائص تكون فقط، يعني هناك الآثار فقط اللي هم الخصائص. لا، ليست الآثار، هنالك أنا عندي أثر اللي هو أثر الخصائص وهي الأمور المادية، تمام، والخصائص بنفسها. الآثار هي نفسها الخصائص. إذا أنت عندك الأشياء المادية خصائصها هي عينها، صحيح؟ نعم، أنا عندي الآثار هم الخصائص. يعني فالحركة والسكون ليست لازمة عن المادة، إنما هي عين المادة. لا يوجد سكون، أنا قلت لك الحركة هي الحركة هي عينها المادة، والزمان والمكان هو عين المادة، صحيح؟ لا، هي الحركة. إذن هنالك مغايرة بين المادة والأشياء. لا، قلت لك أن الحركة هي من لوازم الأشياء المادية، يعني إذا توفرت في فإذا كان هنالك شيء غير مادي فإذا ليس هنالك حركة، فإذا انتفت الحركة انتفى وجود الشيء الغير المادي. لكن هل يمكن أن يكون هناك شيء مادي؟ نعم، لأن إذا لم تتوفر الحركة نقول أن هذا الشيء ليس مادي، هو شيء ميتافيزيقي موجود في يعني يكون من الناحية الفكرية ممكنا فقط. لا، ليس من الناحية الفكرية، إنما من الناحية الواقعية، لأن أثبتنا أن هذه الأشياء المادية صدرت، وصدورها لابد أن يكون عن شيء، لأن هذه لا يمكن أن تصدر بذاتها كما قلنا. لا، ليست واقعية. لا يمكن أن تقول أن كيف صدر عن شيء لا واقعي شيء واقعي؟ طيب، لا، أنت ربما لم تفهم فكرتي أستاذ محمد. قلت لك أن لكي يكون الشيء واقعيا ماديا متحققا. كل واقعي مادي. ما رأيك في هذه القضية، صادقة أم كاذبة؟ كل واقعي مادي. نعم. طيب، مبدأ عدم اجتماع النقيضين واقعي؟ لا، هذه مسلمة عقلية. طيب، هل هو في الواقع أمر في واقعي؟ لا، هذه مسلمة واقعية نبني عليها، يعني هي
هل هي واقعية؟ لا، أنا لا أقول بأن هي من القوانين الفكر. هل هي واقعية؟ يعني تقول بأنه شيء متحقق في الخارج. أنت عندك هل يلزم من كل شيء متحقق في الخارج أنه هذا الشيء عندك واقعي؟ يعني أنت عندك متحقق كل شيء متحقق هو في الخارج هو شيء واقعي من ناحية. طيب هل كل شيء أيوة، هل مبدأ عدم اجتماع النقيضين تراه في الخارج متحقق، بمعنى أنه أنا أرى أن الأشياء لا تجتمع ولا ترتفع المتناقضة؟ نعم، هذا من قوانين الفكر، يعني لا يمكن. إذن هو واقعي وليس بمادي. لا، شوف، أنا قلت لك أن الأشياء طب نأتي إلى مثال أبسط، نمثل بمثال أبسط. الزمان والمكان هل هم أشياء واقعية؟ لا، هم الزمان هو يعني هو مقولة ذهنية، يعني مقولة عامة. هل هي أشياء واقعية؟ نعم، شيء واقعي، وقلنا كل واقعي متحقق في الخارج، فالزمان متحقق في الخارج. نعم، الزمان متحقق في الخارج، لأن الزمان هو فقط مقياس الحركة الموجودة في الخارج. الزمان غير مادي، هذا يناقض قولك، لأنه قلنا كل واقعي لابد أن يكون ماديا، والزمان واقعي، إذن الزمان مادي، وهذا أمر مناقض. لا، الزمان والمكان هم أشياء لا يمكنك أن تفرق بين الزمان والمكان. لا أتكلم على الزمن والمكان، أتكلم على ذات الزمان وذات المادة. الزمان واقعي دقيقة، الزمان واقعي والزمان متحقق في الخارج، والزمان غير مادي كما قلت، يلزم ذلك أن هناك أشياء غير مادية متحققة في الخارج، ليست فقط في الفكر والذهن كما قلت حضرتك. لا، أنت عندك الزمان متحقق في الخارج أم لا؟ لا أنا ليس لك في أنت حضرتك سألتك سؤال، قلت لك الزمان متحقق في الخارج، قلت لي نعم، وحضرتك قلت لي مقدمة ثانية، كل ما هو في الخارج فهو مادي، وكل ما هو واقعي هو مادي. الزمان في الخارج والزمان واقعي، إذن الزمان مادي، وكنت قبل قليل قلت أن الزمان أمر غير مادي. قلت لك منذ الصباح أن الزمان والمكان من لوازم المادة. لا أريد أنه كونها من لوازم أو غير من اللوازم لا يهمني، أنا قلت أنها واقعية وخارجية، وحضرتك قلت في مقدمة كل ما هو واقعي وخارجي فهو مادي، وبعد ذلك قلت أن الزمان غير مادي. لا، أنت يمكن أن تتصور شيء، يعني ليس عليك فيني أنا أسألك حضرتك أخ جودو، أنت حضرتك قلت أن الزمان والمكان أشياء واقعية خارجية، هذا اتفقنا عليه، وهي أشياء غير مادية، وهذا أنا متفق عليه. لكن قبل ذلك قلت كذلك أن كل ما هو بالواقع وكل ما هو بالخارج لابد أن يكون مادي، فالزمان بالواقع فالزمان مادي، وبنفس الوقت خالفت هذا الأمر. الزمان مادي، أين الإشكال في أن الزمان مادي؟ حضرتك قبل قليل خالفت ذلك. لا، كيف خالف؟ قبل قليل قلت أن الزمان شيء غير مادي. لا، قلت لك الزمان هو من لوازم المادة. لا قبل قليل قلت لي الزمان غير مادي. الشيخ دهثم قال أن الزمان غير مادي. والله سيدي أنا الآن أتيت، لكن مفهوم كلامه أنه الزمان غير مادي. الآن أتيت، لكن أنا أعرف من كلامه ما أدري. شيخ نور سمعت أنه الأخ أنه قال أنه الزمان غير مادي. ما هو الزمان بالنسبة لك أستاذ؟ لا دقيقة بس شيخ نور، أنت كنت قبل ربع ساعة، أنا ربع ساعة كنت صلي يا سيدي. شيخ نور قال جمل يعني تتعارض مع بعضها البعض، يعني في نفس يعني فاصل، يقول الجملة ثم فاصلة يعارضها بجملة أخرى. هو أصلا من أول الكلام يا سيدي قال نعم. الزمان أمر غير مادي. بس نكمل ولا نكمل؟ الزمان شيء مادي. أخ جود المشايخ قالوا لك قال. أخ جود افتح المايك. أخ جود الزمان شيء. معك صديقي. الزمان شيء مادي عندك؟ أنا قلت لك تعريف المادة،
لا 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 لا، ذاك من التعريف المادة. هل الزمان شيء مادي؟ سألتني عن الزمان هل هو مادي؟ قلت لك ما هو تعريف الزمان عندك؟ لا لا، أنت حضرتك قلت لي أين الإشكال أن يكون الزمان مادي، صحيح؟ نعم، إذا كان عندك تعريف للزمان يعني. لا لا، ذاك من التعريف، ذاك من تعريفي. أنت قلت لي أين الإشكال أن يكون الزمان مادي، صحيح؟ لا، أنا اللوازم التي ألزمت بها نفسي. أيوة، حضرتك قلت أنه الزمان ما المانع، ما الإشكال أن يكون. قلت لك أخ نتحدث عن جودو الأشياء المادية. ركز. أنت شيخ حضرتك محمد أظنه قال يا جودو، أنت قلت أن نعم الزمن شيء مادي لأنه نسبة أو قياس التغير بين المواد في الخارج. قلت في الخارج، قلتها هكذا بالحرف، هكذا قلتها أنت. نعم، قلت له عندما سمعت قال أنها شيء مادي. لماذا؟ لأنه قياس التغيرات في الخارج بين المواد. هذا ما قاله بالنص، فيعني أنا هذا لم أعلق يعني. ونفس الوقت أخ جودو بنفس الوقت قاطعوني أنا ولم يجبني عن دقيقة وطرحت عنه إشكال السببية، وطرحت عنه يعني مسألة يعني أن بس أكمل كلامي كرم. أنت لم تجبني على أي سؤال، أنت فقط تطرح الأسئلة. أكمل كلامي بس كرم. لا، أنا أطرح لك أنه أقول لك أنت كلامك هذا متناقض، لا يصح. ركز معي كمان، أكمل كلامي بس كرما. الزمان شيء مادي، صحيح؟ الزمان هو مقياس الحركة، أمداد الحركة. نعم شيء الحركة مادي موجودة في الواقع، صحيح؟ أكمل. أنا ما في الواقع كل ما هو الزمان موجود في الواقع. طيب والزمان مادي كما قلت، لأن الزمن هو مقياس الحركة، وهو مادي لأنه في الواقع، صحيح؟ هو متحقق. الزمان هو متحقق، وهو متحقق، وبالتالي هو مادي. ممكن أن أتيك يعني بأوراق علمية. دقيقة، دعك من الأوراق العلمية، فبالتالي الزمان لا تقول فقط أنا هكذا ألقي كلام. لا لا لا، أنت لا تلقي كلمات. فالزمان مادي، صحيح؟ يا أخ دودو، أنت قل الذي تعتقده خلاص. نعم تفضل. لا، هو يسألني كأنه يعني بس كرما أكمل كلامك معي. فهو مادي، صحيح؟ ومن لوازم الشيء المادي. لا، هو مادي. حضرتك قلت لي هو مادي. قلت لك أن من لوازم الشيء المادي هو الزمان والمكان والحركة. والزمان مادي. من لوازم الشيء المادي. حضرتك قلت أنه مادي، صحيح أم لا؟ لا، أنت لم تفهم، أنت لم تسمع. لا أنا قلت لك أن الزمان ومن لوازم الشيء. لا يمكن أن تكون هناك حركة بدون. بس اهدأ رويدك علي شوي. نحن نتكلم في أدب وفي حوار. هذا الشيء قلنا إما أن قلنا كل ما في الواقع هو مادي، صحيح؟ والزمان في الواقع، والزمان ذكرنا تعرفه وقلنا هو عداد الحركة، فكونه واقعا إذن هو مادي، صحيح؟ لا، أنا قلت لك أن الشيء المادي من لوازمه الحركة والمكان والامتداد والزمان. والزمان في الخارج لأنه واقعي، فالزمان مادي. لا، وكأنك تقول أن هذا الشيء يعني. حضرتك قلت، مش وكأنك أنت. لا أنت هنا يعني تسألني سؤال غير مشروع. يعني قلت أن الزمان هو من لوازم الشيء المادي، ثم تسألني هل هذه اللازمة هي شيء مادي؟ لا، لأنه أنت قلت كل ما في الواقع أمر مادي، والزمان في الواقع إذن الزمان مادي. نتحدث عن الأشياء المادية. قلت لك أن إذن هنالك أشياء في الواقع وجود مادي وهناك وجود فكري. لا، ليس وجود. لا، أنا أريد وجود في الواقع غير مادي. الشيء المادي لكي نقول عنه أنه مادي يعني ينبغي أن يتحقق في الواقع. والزمان متحقق في الواقع، إذن الزمان مادي. على مبانيك يا دودو، يعني الرجل ما تكلم شيء، ما تقول شيء عليك. لا هو لم يفهم. يعني أنا لم أقل له الزمان أخ جودو ركز الزمان متحقق في الواقع، إذن الزمان مادي. يعني كل ما هو متحقق في الواقع هو أمور مادية. هي صادقة أم كاذبة؟
لا، الزمان عندما نقول الزمان يعني ماذا تقصد بالزمان؟ يعني عندك أنت عداد الحركة. أفهم. عداد عداد الحركة. الحركة متحققة في الواقع، فالزمان متحقق في الواقع. والنتيجة هو أن الزمان هو متحقق في الواقع. وسأعطيك مثال على ذلك. لا أريد مثال، أنا أقر. والزمان عندك مادي؟ ليش دودو ما تجاوب؟ الزلمه يقول لك مسلم لك. قلنا له أن الزمان هو مقياس الحركة. وأنا الحركة هي قبلت أن متحققة في الزمان الواقع، إذن الزمان هو فالزمان متحقق في الواقع. وأنت قلت كل ما هو متحقق في الواقع مادي، فإذا الزمان مادي. وقلت ما المانع أن يكون الزمان غير مادي؟ إذا أنت عندك الزمان مادي. أنا لم أفهم يعني مع أنه حضرتك دقيقة، مع أنه ثواني يا حضرتك سيدي، طب ثواني، ممكن تفهمنا معنى واقع عندك؟ يعني ما معنى واقع؟ مع أنه دقيقة مولانا بس أكمل. مع أنه حضرتك في النظريات الفيزيائية الرائدة اللي عم تتكلم فيها في الأوراق العلمية، لو قارئ في الA theory time والB theory time لخالف ذلك. هذه النظريات الفيزيائية. شيخ نور قارئ فيزياء حضرتك؟ لا أستاذ محمد، قلنا في البداية أن المستحيل واقعيا لا يكون، يعني يكون فقط ممكن عقلا، يعني ليس لا يوجد مادي. شيء مستحيل واقعيا ممكن عقلا. الأحكام الثابتة. لا، عندما تحدثنا عن الوجود المادي. بس أكمل كلامي. أنا الآن دعك من الوجود المادي، أنا أتكلم عن مفهوم الفيزياء والأوراق العلمية التي حضرتك قلت في أوراق علمية. شيخ نور حضرتك قارئ للفيزياء قلت لي أظن، صحيح؟ يعني على قد يعني شوية أحيانا. ما أدري، سمعت عن النظريات المشهورة في مسألة الA theory time والB theory time؟ سمعت وكنت مذاكرها زمان، قسما بالله نسيتها. بس في حد عارف الكلام ده دلوقتي يعني متعمق فيه، ولكن بالانجليزي. دي المشكله. انا كنت فاكر الاي ثيوري والبي ثيوري اوف تايم بس زمان ده من 5-6 سنين. وما ذلك هذه النظريات حاليا اللي هي اكثر نظريتين متسقه مع الفيزياء والاوراق العلميه التي تدعيها. ومع ذلك تقول الزمان هو شيء متحقق في الواقع وغير مادي، ونقض المقدمه التي قلتها في دعواك. لا، نحن نتحدث عن علم الكلام. أنا لا أتكلم على علم الكلام، أنا أتكلم على الشيء المادي عن الشيء اللامادي. داك أنا ما أتكلم في علم الكلام. أنا لحد الآن ما تكلمت في علم الكلام. أنا الآن أتكلم في الواقع. لا، أنت الذي قلت قبل قليل بأن صدور الشيء المادي يكون صادرا عن شيء لا مادي. قلت لك اعطيني هذا في الأوراق العلمية. في الأوراق العلمية شيء الزمان في الواقع الخارجي وهو أمر غير مادي. حضرتك قارئ في أنا قلت لك أن الزمان هو من لوازم المادة. أنا لم أقل الزمان من لوازم، وبعد ذلك قلت لي أن الزمان مادي. لا، قلت لك أن الأشياء المادية المتحققة نقول عنها أنها مادية عندما قلت لي كل ما هو متحقق في الواقع فهو مادي، والزمان متحقق في الواقع فالزمان مادي. لا، هذه نتيجة من عندك. أنا ليست أنا نتيجة من عندي. حضرتك قلت لي كل ما هو متحقق في الواقع مادي، وقلت لي زمان متحقق في الواقع، إذن الزمان مادي. لا، أنا سأعيد لك فكرتي. ذاك الزمان مو مادي. يلا، هل الزمان مادي أم غير مادي؟ الزمان مو مادي معناته. مولانا دقيقة والله هذا هيرجعني شوي. أنا أسحب أن كل واقعي هو مادي. أنا أسحب. فهنالك أشياء في الواقع ليست مادية، صحيح؟ نعم. هذا الشيء الغير واقعي في الواقع الذي تدعي أنه فقط في الذهن، أثبتنا وجوده في الواقع. كيف أثبتت وجوده في الواقع؟ أثبتنا وجوده. قلت لي هذا أمر فقط ذهنا، الآن نحن أثبتنا وجوده في الخارج. ما هو هذا الشيء الذي أثبتت وجوده؟ الغير مادي. لا، لكن يبقى من لوازم المادة. كيف من لوازم المادة وهو غير مادي؟ قلنا اللوازم لا تكون إلا للخصائص المادية. لا، لكي يكون شيء مادي يعني تتوفر فيه، يعني ليس الزمان فقط، يعني يتوفر. طيب أنا قلت هو شيء غير مادي، فإذا الخصائص منتفية عنه، الخصائص المادية. لا، هو من الخصائص لا ينتفي إذا انتفى من الخصائص يعني انتفت المادة يعني. فهو شيء غير مادي، فهو منفي عنه الخصائص لأنه غير مادي. لا، هو محمول يعني. لا، هو خاصية يعني إذا أنشأت خاصية واحدة عن شيء مادي يعني أنا لا أريد خاصية واحدة. أنا أريد أن هنالك شيء واقعي ليس بمادي، أقررت بذلك. أنا أقول هنالك أشياء واقعية ليست بمادي. أنا أدعي هنالك شيء واقعي ليس بمادي، وأصدر الأشياء.
قلت لي كونه في الواقع إذا يلزم من ذلك أن يكون له خصائص المادة. أقول لك هو شيء غير مادي ليست له هذه الخصائص وهو في الواقع. لا، أنت هنا تحاول أن تجعل من الخاصية موضوع، يعني أن الخاصية التي تكون يعني ما قلت انها خاصيه موضوع، انا قلت انا اتكلم على انا ما حملت الموضوع على ما جبت سيره الموضوع ولا المحمول. انا اقول لك انا هنالك موضوعات في الخارج ليست بماديه، صحيح ام لا؟ قلت لي نعم، الزمان موضوع في الخارج والزمان بذاته غير مادي. الزمان نعم بذاته نعم، هناك أشياء في الواقع يعني ليست، يعني هناك أشياء في الواقع، يعني هذه الأشياء إذا كانت خاصية لشيء يا فلا جماعه يمكن أن نقول أن هذه الخاصية أيضا مادية. طيب يعني طيب جاني اتصال يا كرام، بس لو احد يطلع يكمل معه او تكمل معي مشايخ. لا انا اعتقد انه وصلنا لا لا أستاذ لختام. محمد، أنا لم طول بالك تجبني، لم يا اخ دودو، تجبني. اخ دودو. بس لا، حتى يجيبني عن أعطيني. مسألة السببية ولم ابشر يجيب. ابشر سأجيبك، بس انا خليني بس اروح اقضي اتصال واجيك، انا ما تمام، لحقت. تفضل تفضل شيخ محمد بن اسعد. لأنني لم شيخ أسأله اخ دودو، صديقي، يا اخ دودو، لم أسأله. اخ دقيقة دودو. مولانا، أخ جودة افهم أنه أنا هنا أطرح فكر، لست يعني من ناحية أريد انهزامك ولا كذا. لا بس أفهم، أنا فقط يعني عندما أعطيك تعريف وأنت لا تسلم به فأنت فأنا أريد إنسان تعريفك أنت حتى نتفق. فأنت إنسان محترم، وأبشر إن شاء الله نتكلم في كل ما تريد. تمام، اذهب يا سيدي انت لبين ما يعني نتكلم ندردش مع الاخ دودو. الاخ دودو والله انا كنت بالصلاه ودعيت لك ان شاء الله انه يظهر الحق على لسانك باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا صديقي. لكن يا اخ دودو انت يعني ينبغي تراجع بعض الاسئله والاجوبه منك. يعني انت الى الان ما اعطيت جواب يقيني، يعني بغض النظر يقيني مو يقيني تكمل مع الشيخ محمد بن اسعد، لكن انا احثك هكذا الان. يعني استحلفك بالاحبه اللي انت تحبهم، يعني هل تجد انه كلامك مقنع لنفسك؟ هاي وحده. الثانيه، هل تعرف هناك من ادعى الخلق غير الله سبحانه وتعالى؟ هل تعلم له سمي؟ يعني هل هناك من ادعى خلق السماوات والارض غير الله؟ يعني انا اسولفك هذا يعني بدليل اجمالي. يعني هل هناك من ادعى خلق السماوات والارض غير الله سبحانه وتعالى؟ استحلفك بالاحبه عندك يعني. نعم، الله ادعى خلق هل هناك من ادعى؟ يعني هل هناك معارض لهذا الشيء؟ معارض حقيقي، يعني مو انه يعني بس والله نعم انا والله. فهمت علي؟ يعني ينبغي انه تفهم من هاي الاشياء، يعني انه ما في خالق الا الله، انتهى الموضوع. يعني انا انا احب بسط الامور. يعني مجرد الادعاء يعني يكفي، وانه الله سبحانه وتعالى ليس له سمي اصلا. انت تقدر تتجرأ تسمي حالك الله بين الناس وبين البشر؟ يعني انا فقط انا ما لي علاقه بالنقاش. الان يجي الشيخ محمد بن اسعد يكمل معك، لكن احبك تتامل بموضوع، لان الموضوع مو عناد. يعني احنا ما نريدك تطلع انه والله الزمناك وغلبناك، لا والله، لكن نحن بس فقط نجعلك تتفكر بالاشياء التي عرضت. يعني ولا بالتالي الله سبحانه وتعالى ما احد ادعى يعني او جاء بشيء معارض. يعني فهمت علي؟ ما احد ادعى خلق السماوات والارض غير الله. هذه المادة ما حدثتك، وما اجى يعني ما في قوة يعني حدثتك انه المادة هاي يعني هي قديمة، او يعني ما في تفاصيل. يعني فهمت علي؟ تفضل، يعني انا اكتم ان شاء الله، ما عندي شيء يعني. بستغل الفرصة بما أنه يعني الكل يبدو أخذ استراحة من الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. أنا صراحة يعني حابب استفهم بس من الأخ جودو شو معتقده أو بماذا يؤمن، أو إذا ما عنده مانع طبعا. أنا صديقي لا أدري، أنا قلت يعني سألني الصديق قلت له أنا ملحد لا أدري، لكن يعني أنا لا أنفي بالمطلق، يعني لا أنفي وجود الإله بالمطلق. يعني تقول في واجب وجود. نعم، هو واجب وجود إذا تحدثنا عن بصفات أم بغير صفات؟ لأنه أنا صراحة مثلك، يعني أنا كمان لا ديني، بس لا أقول بعدم وجود واجب، لابد من وجود واجب. بس موضوع الصفات في استشكال، يعني يبدو أنك من نفس المنهجية تقريبا.
نعم، لكن مسألة الصفات يعني مسألة الصفات يعني أعتبرها يعني فقط هي صفات بشرية، يعني قمنا بإسقاطها يعني على شيء لا متناهي، يعني حملناه عليه يعني هذه الصفات المطلقة، يعني كأننا افترضنا شيء مطلق يعني لا نهائي، يعني قمنا بإسقاط عليه تلك الصفات الناقصة البشرية، فحملناها على شيء يعني لا متناهي، فخرجنا بنتيجة وجود إله مطلق. يعني هذا هو تصور. يعني تراه تصور غير مبرر. نعم، لكي نستدل على ذلك يعني نستدل عنه يعني ليس من الناحية الاستنباطية، يعني دائما ننطلق من الجزء يعني فنحاول أن نعمم هذا الصفات هذا الجزء على الكل. طيب نعم. صديقي، بس مروان حبيبي، بس سؤال. الآن أنت بما أننا لا يوجد عندنا إلا الاستقراء ولا يوجد حالة استنباطية قياس الجزء على الكل ولا قياس الكل على الجزء، الآن بناء على حوارك الآن الجميل يعني مع الشيخ محمد، بما أننا نعرف فرضا أن المادة هي كل كتلة أو جسم أو كثافة تشكل حيزا من الكون، الآن في مسألة الخصائص، يعني أنت تقول أن من خصائص المادة بما أنها محكومة بالزمان والمكان، تمام؟ أو من لوازم المادة بما أن إذا عرفنا الزمان أنه هو مقياس الحركة أو عداد الحركة، فالحركة هي طاقة والطاقة هي مادة، أليس كذلك؟ أخي جوان تسلم بهذه الأمور، أليس كذلك؟ يعني نقول بهذا. نعم. الآن السؤال هنا، هل من خصائص المادة أن تكون حية عالمة مريدة قادرة؟ نعم، هو نفس المسألة، يعني مسألة الصفات، يعني هذه القدرة والعلم هي خصائص بشرية يعني. يعني هذه الخصائص، يعني ما الذي خصص جودو بأنه حي عالم قادر مريد، والذي يخصص الحجر الأصم؟ يعني أنا عندي الآن مادة صماء لا حياة فيها، لا قدرة فيها، لا إرادة فيها، لا علم فيها، وعندي مادة أخرى